لو سألتك ايه الفرق بين الناثينج فون 2 وال 2A وسي ام اف اعتقد مش هتبقى عارف الفرق، وده مش عيب منك. احنا عندنا شركه بتعمل موبايلات ارخص من الفلاج شيب اسمها ناثينج، والشركه دي موبايلاتها بريميوم شويه، وجي تحتها شركه بادجت اكتر منها اسمها سي ام اف، بس دي بادجت بجد. ولو انت ما تعرفش يا صديقي، فمؤسس ناثينج وسي ام اف هو واحد كان شغال في ون بلس، او مش كان شغال، هو كان كوفاوندر في ون بلس. تعال نعمل قاعده كده نثبت بيها بقيه الفيديو كله عشان دايما نرجع لها. خلينا نقول ان ناثينج بتاعت الحاجات البريميوم وسي ام اف بتاعت الحاجات البادجت. نفهم بقى كل اللاينات وكل اللخبطه بتاعتها دي. الحقيقه انا حاولت كتير اجمع وافهم الفروق اللي بين اللاينات بتاعت الشركتين دول، لاني قلت اكيد انا مش بتلخبط لوحدي، وقلت بعد كده احنا نعمل ريفرنس لينا الفيديو ده نرجع له كل ما ينزلوا فيديو جديد عشان نعرف ايه، نفهم التليفون ده تبع انهي لاين فيهم ونفهم الدنيا ماشيه ازاي. كل سنه وانتم طيبين جميعا. هات بقى حاجه تشربها كده وركز معايا، عشان اللي احنا هنشرحه ده شبه بالظبط اغنيه حماده بيحب غاده بس على ايه، على تكنولوجيا. فهات حاجه تشربها وركز معايا. قلنا الفاوندر بتاع الشركتين دول اسمه ايه؟ اسمه كارل باي او بي، ما علينا. فاكرين بقى هدف ون بلس الاساسي كان ايه؟ ون بلس كان هدفها الاساسي زمان ايام ال7 وال8 ان هو يبقى فلاج شيب كيلر. يعني ايه فلاج شيب كيلر؟ يعني بينزل في فئه اقل على طول من الفلاج شيب واعلى من الميديوم، وفي نفس الوقت بتكون فيها تقريبا كل مواصفات الفلاج شيب مع شويه تنازلات بسيطه عشان يضرب الفلاج شيب. ولكن كارل اللي هو المؤسس ده مشي سنه 2020، فانت لو لاحظت اي اختلافات على ون بلس فانت قوه ملاحظتك صح، لان هو واحد كان من المؤثرين جدا في الشركه دي. الاستاذ كارل اللي ملخبطنا كلنا ده مشي من شركه ون بلس سنه 2020 واسس شركه ناثينج، ودي اول حاجه عندنا. شركه ناثينج في 2022 نزلت تليفون اسمه ناثينج 1. خلينا نكتب برضه عشان نفتكر ناثينج. وناثينج 1 ده قلب الدنيا. ايه الشركه الجامده دي اللي بادئه من الزيرو وعامله تليفون رهيب، ومين ده ومين ازاي وايه اللي حصل ده، والدنيا بدات تبص على حاجه جديده، تليفون شكله غريب، تليفون بينور وبيعمل حركات ومختلف عن العادي، وكمان الاوبريتنج سيستم بتاعه سريع جدا جدا جدا. كمان التاتشات اللي حاطينها في الاندرويد ابسط بكتير مثلا من شركات زي سامسونج، فالموبايل بتاعهم فعلا سريع. وناثينج 1 ده كان موبايل ارخص من الفلاج شيبس، ولكن كان في سرعه موبايلات فلاج شيبس كتير جدا. طب حلو قوي، لحد دلوقتي الدنيا حلوه. ده معناها ان الموبايل الجاي هيبقى ناثينج 2 والموبايل اللي بعده هيبقى ناثينج 3. مظبوط؟ لا للاسف مش مظبوط. السنه اللي بعدها في 2023 الشركه نزلت ناثينج 2. طب يا عم ما هو ماشيين زي ما احنا قلنا اهو، والترتيب زي الفل والارقام مظبوطه، امال ملخبطنا معاك ليه؟ استبر وركز معايا. كارل هنا حس ان الشركه دي محتاجه شركه بادجت اكتر منها. مع الشركه دي انت عاملها اصلا عشان تكون بادجت وعشان تكون فلاج شيب كيلر، بس هو عمل شركه بادجت اكتر من الشركه دي وسماها سي ام اف، وراح عامل خط تاني من هنا كده، ننزل من هنا في شركة جديدة تكمل معانا بقى اللاين بتاعنا الحلو ده ونسميها سي ام اف. طبعا ده زي ما انتوا شايفين كده في سنة 23، وبدأ بأول حاجة في سبتمبر، خلينا نقول هنا شهر 9/23 بدأ ينزل سماعات. بس ما نزلش تليفون ولا أي حاجة، هو نزل سماعات سي ام اف. ركز بقى في اللي جاي ده، انا قعدت افهم بالعافيه عشان اوفر عليك الرحله دي. يعني انا نفسي كل ما الشركه دي تنزل حاجه انا هرجع للفيديو ده بجد. جينا في سنه 2024 ولقينا كارل بيقول انا مش فارق لي انزل لك موبايل كل سنه. طب هتعمل ايه يا عم كارل؟ هنعمل خط جديد اسمه ايه سيريز، زي بتاع سامسونج كده. زي بتاع سامسونج، حاجه في البادجت منه. يعني احنا عملنا شركه بادجت فنزلنا منها خط بادجت غير الشركه البادجت اللي اسمها سي ام اف، وراح منزل الاي سيريز بتاعته ناثينج 2A، وده بقى خط تالت. الجاحد يسكت مسكتش، راح منزل ناثينج 2A بلس. طب ايه يا عم ده؟ ايه الناثينج 2A بلس ده؟ ده بقى اللي بين الناثينج 2 والناثينج 2A، فراح مزود شويه على اللي هو البادجت اللي هو 2A عشان يبقى فيه شويه حاجات زياده دلع عن 2A، ولكن ما وصلش لل2. فاهمين حاجه؟ اتمنى تكونوا فاهمين. فراح منزل هنا خط تالت مسميه البلس ونزل فيه ناثينج 2A بلس. طب الكلام ده كان امتى؟ كان في يوليو 2024. بقالنا كتير بقى ما سمعناش عن سي ام اف. ايه اللي بيحصل فيها؟ في نفس الشهر ده في سي ام اف كان منزل سي ام اف فون 1. فاكرين التليفون اللي بيتركب ويتشال ويتحط ومعاه مفك ويتغير له حاجات، والموبايل الروش جدا ده؟ وعلى فكره ده ما كانش تاني منتج بعد البادز، هو كان منزل حاجات كتير، بس عشان اللخبطه خلينا نركز في التليفونات بس. فعندنا سي ام اف في 2024 كان منزل سي ام اف فون 1. ايه دخلنا مارس 2025، يلا بقى يا ناثينج بقى فرحونا بواحد فلاج شيب. هل ده اللي حصل؟
جينا في 2025 والجاحد يروح منزل 3A و3AA بلس. لا، نزله اسمه 3A برو. طب ايه برو ده؟ ما احنا كان عندنا بلس، شلنا البلس وسميناه برو. اعتبر ان البرو هو اللي كان بلس. تمام، خلاص بقى اسمه برو. فجينا في 2025 في nothing مش CMF نزلنا 3A و3A برو مكان البلس، و3A برو برضو ازيد شويه من 3A ولكن اقل من ايه؟ من 3. مفيش 3، احنا ما نزلناش 3، فهو اقل من ايه؟ مفيش، ما نزلش. ونيجي في شهر 5 2025 وقت بقى CMF، يلا ننزل بقى. هننزل ايه؟ CMF فون 2 صح؟ ده الميعاد بتاع CMF فون 2 المفروض. ما نزلناش CMF فون 2، هننزل CMF فون 2 برو. طب برو على مين؟ برو على مين؟ وبرو اصلا ليه في شركه بادجت؟ احنا نزلنا برو في شركه بادجت اللي هي CMF اللي مفيش اصلا تحتيها فون 2. مفيش حاجه اسمها فون 2 ومفيش في nothing فون 3. احنا دلوقتي في شركه CMF نزلنا فون 2 برو اللي مفيش منه فون 2. انا الراجل ده بينرفزني، انا الراجل ده مضايقني في التسميه. معلش ركز معايا وحاول تفهم اللي انا بقوله ده بالله عليك. فCMF في 2025 في مايو الجاحد ينزل فون 2 برو. جميل. فكأنه عمل خط جديد او لاين جديد جوه CMF للحاجات البادجت بس اعلى من البادجت العادي، ولكن ما نزلوش اصلا الفيرجن العادي بتاعه. لحد ما جينا واحنا في 2025 في شهر 7 2025 ونثينج تنزل موبايل جديد. المفروض بقى ينزل ايه المره دي؟ ينزل نثينج فون 3 المنتظر اللي ما كانش موجود. فجينا في الاساسي بقى التايم لاين الاساسي اللي فوق ده فاكرينه، ينزل هنا في جولاي ينزل النثينج 3. الحمد لله وصلنا ان احنا كده معانا 3، معانا 3A ومعانا 3A برو. يسكت؟ ما يسكتش يا جدع، اسكت. ما خلاص، ما انت ظبطت الدنيا. قال لك لا، احنا نعمل خط تاني جديد، مرج بقى من المرج الحلوان بقى، نعمل حاجه جديده. هنعمل ايه؟ هنعمل خط اسمه nothing 3A لايت. فهو بادجت يعني فاهمين؟ فهو بادجت اكتر من التليفون البادجت اللي هو 3A. عليناه خلينا فيه منه 3A برو، هنقلل منه ونشيل منه شويه حاجات ونسميه 3A لايت. فعمل خط تالت الجاحد المفتري وعمل 3A لايت وخلى الخط ده يبقى بتاع ايه؟ الحاجات اللايت. هل هنشوفه تاني؟ هنشوف، بس تعال نسمي الخط بتاع اللايت ده السبيشال. ليه سبيشال؟ هتشوف دلوقتي. لانه راح منزل واحد تاني من ال 3A وسماه كوميونتي اديشن. يعني في نفس الوقت ده نزل واحد تاني وسماه كوميونتي اديشن. الشركه دي معروفه بانها بتسمع لاراء الناس وبتاخد اراء الناس وبتشوف، بيحاول يبني ليها كوميونتي. هي شركه مش كبيره، فهو لازم يكسب الناس ويوصل لقلوبهم. بيعمل كده ازاي؟ بان هو يبني كوميونتي. فبيبني كوميونتي وياخد اراء الناس وعمل لهم اديشن مخصوصه ونزل منها 1000 نسخه فقط. وبالتالي هي مش مستاهله يبقى لها خط مخصوص، احنا هننزلها في خط السبيشال مع اللايت. الحمد لله نهدى كده. وصلنا 2026. الحمد لله احنا كده قربنا خالص. تعالوا نسحب الخط بتاعنا هوبا ونقول ان احنا في 2026 ووصلنا لشهر مارس. قبل بقى ما اكملك يا صديقي، ما تنساش تشاركني رحلتي ان انا عايز اوصل ل 10000 سبسكرايبر على اخر 2026، وتشاركني حلم ان احنا نبقى اكبر تك كوميونتي موجوده على اليوتيوب. وده طبعا بانك تبقى عامل سبسكرايب ولايك وتشير لاصحابك كمان. ولو انت متعرفش ده بيفرق جدا جدا في الجوريزم اليوتيوب وبيوصل الفيديو لناس كتير جدا جدا. مارس ده اللي احنا فيه، يعني خلاص كده فرجت. هننزل موبايل جديد، nothing هتنزل انت اتعودت من كارل على كده؟ انت شايف باللي احنا قلنا ده؟ كنت شايف الخريطه دي؟ هل شايف ان كارل ممكن يعمل حركه سهله زي دي اصلا؟ كارل راح منزل 4A و4A برو، نفس الحركه اللي عملها في 3A و3A برو، وال4 نفسه برضه ما نزلش. وعلى فكره ما نعرفش اصلا هينزل 4 ولا لا. والسبب هنا ان كارل شايف ان الفلاج شيب ليه ناسه، وهو لو عمل تليفون فلاج شيب مش هيعرف يبيعه بنفس اسعار الفلاج شيبس التانية زي مثلا شركه سامسونج. طب ايه السبب؟ سامسونج شركه عملاقه، ايفون او ابل شركه عملاقه، لما بتيجي تنزل فلاج شيب بتعرف تاخد احسن اسعار، حتى لو بتبيعها لك بالاكس ده مهما كان غالي او مهما كان رخيص، فهي بتعرف تصنع باحسن اسعار موجوده لسبب بسيط، انها بتصنع بلقات كبيره جدا جدا جدا. وده مش نفس الحال في nothing الماتيريال بتاعتها اللي هتجيبها اغلى بكتير قوي من شركات عملاقه زي دي. وبالتالي لما يجي يبيع لك فلاج شيب هتلاقي ان الفلاج شيب ممكن يبقى اغلى مثلا من
اعلى فلاج شيب موجود في السوق، ومش هتلاقي فيه نفس امكانيات الفلاج شيب اللي موجوده في السوق، يعني ممكن جدا يبقى اقل كمان. وبالتالي الفلاج شيب دي منطقه خطره جدا 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 ان كارل يخشها، ولما بيخشها لازم يبقى واثق في خطوته. وعلشان كده لو ركزتوا في الخريطه الجميله دي، فدي مش خريطه عشوائيه. الاسامي طبعا مستفزه جدا جدا، والاسامي كانت ممكن تبقى الطف بكتير من المنظر اللي احنا عاملينه ده، لان هم بداوا يخشوا في سكه سوني الارقام الغريبه والعشوائيه اللي بيعملوها. ولكن دي خطه اسعار، يعني كل لاين من دول هو بيركز هينزل بكام وفين ويتارجت مين. وادي الخريطه قدامك اهو، لو تهت في اي وقت او ناثينج نزلت موبايل جديد، ابدا دور كده وشوف هو نازل فين في الخريطه بتاعتنا. وعلى فكره الشركه دي ليها بوتنشال عالي جدا جدا في المستقبل، علشان كده انا مركز معاها. قول لي رايك بقى، لو انت بتتلخبط اصلا في اللاينات بتاعت الشركات وعايز فيديوهات من دي تاني، فاكتب لي في الكومنتات وسيب لي رايك، وقول لي برضه هل كنت تعرف كل الاسامي دي ولا لا، وهل كنت بتتلخبط زيي ولا لا. ولو لسه بقى لحد دلوقتي ما شفتش ليه ابل وسامسونج مش بيستخدموا السيليكون كربون، فما تنساش تشوف الفيديو ده. ولو ما شفتش اغرب 10 اختراعات في 2026، فما تنساش تشوف الفيديو ده. واكيد يا صديقي اللايك والشير والسبسكرايب طبعا، واكيد واشوفكم في فيديو جديد.